المكان اللي أنا قاعدة فيه ده في الليفينج كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي من كام يوم، وكانت بتحكي لي على ظلم كبير تعرضت له من شخص ما. والظلم ده كان على قد ما هو ما كان وجعها ومزعلها ومضايقها، على قد ما أنا بقى لما سألتني سؤال قالت لي قولي لي أعمل إيه يا هاجر، وهي الدموع مالية عينها وسط زحمة نصايح الناس اللي كانت مش بس ما بتساعدهاش، بس لا كانت بتوجعها أكتر، لأن النصايح ما كانتش مناسبة ليها خالص قدام الظلم الكبير اللي هي تعرضت له. فأنا لقيت الرد اللي أنا قلته لها، قلت لها ما تفكريش في أي حاجة من الكلام اللي حد قاله لك ده إن هو عبء عليكي، لأن ما حدش كان معاكي وقت لحظة الظلم اللي انتي اتعرضت لها، ووقت بعد اللحظات اللي ترتب عليها الظلم ده، الوجع اللي انتي حسيتيه والألم اللي انتي بتحسيه في كل مرة بتدوقي طعم يعني أو نتائج الظلم اللي انتي اتعرضتي له ده. فدي كانت إجابتي ليها. ولكن في إجابة تانية، لما هي بقى تقول لنفسها، وده بقى اللي أنا عايزة أشارككم بيه، لما نفسك تقول لك الظلم اللي أنا متعرضة له ده صعب قوي وأنا مش قادرة أستحمله، ربنا هيقول لنا ويرد علينا إيه؟ ده آية هتطمن قلوبنا وتطبطب على قلوبنا، وهي الآية إيه؟ الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا بيقول لنا أنا عارف كل حاجة الظالم بيعملها، وشايف كل حاجة الظالم بيعملها. فدي حاجة بتهون على قلوبنا. فلما نفسنا تقول لنا أنا تعبانة وموجوعة من الظلم ده ويعني قلبي معصور من النتائج اللي أنا بتعرض لها بسبب الظلم ده، نفتكر على طول إن ربنا قال لنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فدي كانت أول حلقة من حلقات قلت لنفسي وربنا قال لي هنتناول فكرة، وربنا بيرد علينا في آيات القرآن بإيه هي الحاجة اللي ربنا بيرد عليها بالحاجات اللي بنقولها لنفسنا عشان نهون على نفسنا وجع الأفكار اللي احنا بنتعرض لها. يا رب تكون فكرة البرنامج عجبتكم، وتابعوني عشان هنتكلم في حاجات تاني كتير.